فبدأت بقى أقرأ أكتر وأكتر، ألاقي كلام يعني النصوص أول مرة أسمعها في حياتي، مثلا حزقيال 16 5 كده يعني، عشان بس الأخوات اللي موجودة في البث لا داعي ذكر النص، ولو عايز نقول مفيش أي مشكلة. اللي هو انه اللي هو وفرشت رجليك لكل عابر. ماشي، احنا ممكن نحطه على الشاشة بدون كده يعني، عشان بس ايه. ده غير اللفظ اللي أنا مش فاكره اللي كان موجود في الترجمة السبعينية، ده بيقول تقريبا وفتحت بدل فرشتي حاجة كده يعني على ما احنا أتذكر. طبعا بنعتذر عن الكلام ده يا جماعه، وان احنا بنقوله، بس ده الكتاب المقدس. معلش، انا اسف تاني، انا اسف لكل اخ وكل اخت. عفوا. وفتحت رجليك لكل عابر، واكثرت زناك وزنيت مع بني مصر. ده ايه ده الكتاب المقدس. دي من اقدم الترجمات للكتاب المقدس، دي الترجمه السبعينيه اللي اتعملت قبل المسيح اصلا المفروض. فلما نلاقي الفاظ زي دي في كتاب المفروض ان هو كلام الله، وفي ترجمه الفان دايك عادي اللفظ سيء برضه، او يعني سيء وسيء. وفرجت رجليك لكل عابر، هل الطبيعي نلاقي كلام الله فيه الكلام المحرج؟ لو انت حاسس بحرج دلوقتي، فتاكد ان المسيحي بيقرا الكلام ده وبيحاول يداري ويقول لك اصل دي الفاظ رمزيه، انت مش هتفهم في الحاجات الرمزيه، دي حاجات روحانيه.